تويوتا تاندرا تي ار دي برو، الفئة الأعلى لسيارات تويوتا والأضخم لسيارات تويوتا، الطربيات اليابانية الأمريكية في سيارة تاندرا، جميع التفاصيل فيها ممتعة جدا. طبعا هذه السيارة يا جماعة الخير تستخدم للبر وفي المدينة وفي جميع الطرق اللي انت حابب تروحها. ليش؟ لأنه فيها تفاصيل كتير حنتعرف عليهم بالتفصيل الواحد. السلام عليكم، انا اخوكم داوود سمير من عرب كارز. جيت اصور لكم التاندرا اليوم في معرض خمسات في ليبيا في بنغازي. هسيب لكم ارقام التواصل والعنوان في صندوق الوصف، كلموهم احكوا لهم من طرف عرب كارز وان شاء الله الشباب مش هيقصروا معكم. قيموا برضو السياره في قسم التعليقات من 10، تقييمكم اكيد مهم للمجتمع. ما تنسونا من لايك من شير من سبسكرايب. ويلا نبدا بالوحش هذا في الاول كمحرك. المحرك V8 لو انت لاحظت كبر المحرك يعني كبير، الفي جاي شكله من هنا ومن الناحية الثانية 5700 كنسخة المحرك اللي معنا اليوم 5700 سي سي ليطلع قوة حصانية ممتازة جدا، 381 حصان والعزم 401 نيوتن متر. الجير اللي على هالسيارة 6 سرعات، كجير يعتبر محترم جدا. عندك كاتم صوت للمحرك وعندك الوقفات علشان تطلع الكبوت الضخم اللي بيجي على المحرك هذا، حتنزله ما شاء الله. طبعا هدول التهوية بيجي كحلي بالنسبة لكبوت السيارة. انارات تاندرا تي ار دي برو بتيجي ضخمة زي ما انتم شايفين، وبتيجي الانوار LED بالكامل. الشبك الامامي عملاق باللون الاسود، ميز السيارة هذه انه يجي الشبك باللون الاسود. كاميرا تنبيه الخروج من المسار، وعندك الرادار الامامي التكيفي علشان مانع الاصطدام، والشيء هذه من نقط الامام بالسياره. تيجي عندك كلمه تويوتا بالخط العريض وكل حرف مفصول عن اخوه، وكل الاحرف تيجي كابيتال ليميز النسخه اللي معنا اليوم. بالصادم الامامي في حساسين اثنين، وبرضه الكشافات الضبابيه بتيجي بالاناره LED. الحلو بالسياره انها مرفوعه ارتفاع كافي علشان طرق الاوفرود والطرق الصخريه خصوصا. بنلاحظ انه في حمايه كامله للمحرك ببصمه TRD علشان تحمي المحرك في اي طرق ان كان. بالاضافه الى هذا كله في عندك الشناكر علشان لو حبيت تسحب بالسياره هذه او حد يسحبك برضه بالسياره هذه من خلال الشناكر هذه مربوطه يا جماعه الخير في الشاص مباشر، يعني قد ما تسحب ما عندك اي مشكله. حتى كانظمه تعليق بتيجي من TRD. طبعا انظمه التعليق هذه غير اللي بتيجي على تاندرا العاديه، كنظام تعليق يعتبر مريح اكثر، وبرضه لطرق الاوفرود علشان يعني الضواغط لما كل ما تضغط انت على السياره بذات حدها في الطرق الصخريه على سرعات كبيره، عندك نظام التعليق هذا بتحمل اكثر بكثير من انظمه التعليق الثانيه اللي بتكون على سياره تاندرا، ويعتبر الافضل في العالم للسيارات الكبيره اللي زي هذه اللي هي بتكون بيك اب في الاساس. جنوط بتيجي على السياره 18 بوصه باللون الاسود، طبعا الومنيوم، بصمه TRD برو موجوده هنا زي ما انتم شايفينها. الجنوط هذه 18 بوصه لسبب يا جماعه الخير علشان طرق الافرود، برغم ضخامه السياره انهم وفروا جنوط تمشي على جميع الفصول وجميع الطرق. بالاضافه الى الكفرات الموجوده 275 على 65 برضه صالحه لجميع الفصول، وجنط بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. كتصميم تاندرا من الجنب مرتفع على الارض زي ما انتم شايفين علشان طرق الاوفرود جميعها. طبعا بصمه المحرك اللي جاي معنا V8 5700 لتر زي ما هو مكتوب بالضبط، وعندك بصمه تاندرا في الجنب، بالاضافه الى الدواسات الحديد اللي بتتحمل ببصمه TRD برو، برضه هذه من شركه TRD برو. ضخامة المري كضخامة هي ضخمة زي ما انتم شايفين بالضبط، عليها النقط العمياء وعليها تسخين المري في الانسيابية مش الأفضل، ولكن سيارة زي هذه لازمها مراية زي هذه. حنايا العفش باللون الأسود ومقابض الأبواب باللون الأسود. بصمة TRD برو محفورة على جسم السيارة حفر، مش محطوطة كتابة، علشان السيارة هذه طالع من TRD برو. السيارة من الخلف بتيجي بأنوار LED بالكامل، إضافة إلى المسكة هذه اللي بتيجي باللون الأسود والكاميرا الخلفية. طبعا أحلى حاجة باب الصندوق السيارة بيفتح تطلعه كيف، يعني لو أجى طفل بده يفتح باب الصندوق الخلفي هذا مش هيوقع على راسه. أحلى حاجة فتحة الباب، وفي نفس الوقت خفيف انك لو بدك تسكر الباب. الحموله حط حموله عندك زي ما بدك، طن طن ونص ما عندك اي مشكله. بصمه تاندرا برضه في البلاستيك الملبس لصندوق السياره، وعندك برضه الشناكر لو حبيت تربط اغراضك في الصندوق الخلفي للسياره، صندوق تحميل ولا اجمل. السياره من الخلف عليها بصمه تاندرا، عليها برضه بصمه 4x4، والصادم الخلفي اللي بيجي بلاستيك ولكن من جوا بيكون حديد، عليه 5 حساسات. وعندك الانارات اللي هي تبعت اللوحه بتيجي في جنب السياره زي ما انتم شايفين. طبعا الطاقه السياره يعني بتقدر تقلص فيها لحد 3 طن ونص، بتقدر تقلص فيها ما في عندك اي مشكله. وهذا الهوك علشان القلص.
طبعا الاكزوز بيجي اكزوزين للسياره هذه من الجوانب زي ما انتم شايفين عليها بصمه تي ار دي. طبعا نظام التعليق الخلفي برضه مختلف عن السيارات الثانيه، في عندك ماس صدمات وكانه هذه سياره اصلا ملاكي اللي هي السيارات السيدان، عشان لو في عندك ركاب بالكراسي الخلفيه يشعروا بالراحه، بالاضافه الى الريش اللي موفرينها عندك هنا علشان لو حملت على السياره ما عندك اي مشكله. ابواب السياره الخلفيه بتكون ضخمه زي ما انتم شايفين علشان انت مهما كان حجمك ما عندك اي مشكله. تعال نشوف. ضايفين لك مسكات علشان ارتفاع السياره بالاضافه الى العتب اللي في جنب السياره، فانت ايش ما عندك اي مشكله في الركوب. كمساحات زي ما انتم شايفين الكرسي هذا مضبط، والكرسي برضه السايق مضبط كانه انا السايق، فالمساحه زي ما انتم شايفين بحر يعني. الجلسه اللي تجلسها ارتاح فيها وعيش حياتك. فتحات تكييف عندك صغيره نوعا ما، ولكن تكييف تويوتا معروف بجودته العاليه، بخلي السياره ثلاجه حتى وهم صغار. وعندك منفذ طاقه من 12 فولت، تحط شاحنك تشحن جوالك امورك تمام. تكايه بالمنتصف بيجي عليها حاملات اكواب عدد 2. حتى الجلوس في المنتصف لو انت يعني عندك عدد ركاب بالزائد على اللزوم فما عندك اي مشكله، تقعد بالمنتصف امورك طيب يا طيب وانت مرتاح. مساحه ونفق جير اللي هو بسموه نفق جير، ما في عندك نفق، كلها يعني حاجه بسيطه زي ما انتم شايفين. مبدئيا شوف ضخامه الباب بالنسبه لجسمي، ضخم ما شاء الله عليه، واسع يا جماعه الخير وكبير. طيب لو عندك انت حموله ما حبيت تحطها بالصندوق الخلفي، يعني بدك تحطها بداخل السياره، حموله مثلا ممكن بدها تتكسر ممكن كذا، بدك تحافظ عليها بزياده على اللزوم، ترفع الكرسي الخلفي بصير فيها عندك مساحه بسم الله ما شاء الله على هالمساحه اللي حتستخدمها كحموله لو ما في ركاب. لو في حموله بالذات بتحط في الصندوق الخلفي وبتنزلها من نفس المكان. الباب يا جماعه الخير بالاضافه انه هو ضخم طبعا جميل جدا، مسكه الباب ضخمه شغل امريكي، حتى كاسات الشاي عندهم ضخمه، المسك اللي هنا ضخمه، جيب ضخم جدا، اكواب او مكان اكواب ضخمه جدا تقدر تحط فيها ازازه لحد لترين ما عندك اي مشاكل. الحلي جاي على الباب الوان، يعني عندك تطريزه الاحمر علشان تي ار دي برو، طبعا الجلد لونه اسود، وفي عندك هنا كروم مطفي ولكن شكله جدا جميل، بالاضافه الى مقبض الباب برضه بنفس اللون شكلها جميل جدا. والوقفه زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، يعني مساحه قد ما تقدر تقول مساحه من كثر الضخامه هترتاح في مساحه الضخامه هذه رسمي، والراحه في المساحه دائما. الدخول طبعا بطريقه ذكيه، مجرد ما تحط ايدك فتحت السياره هتفتح فتحه. تعال نشوف السياره من الداخل. اول انت ما تقعد في سياره تاندرا تعزل نفسك عزل تام عن الشارع ودوشه الشارع، هدوء تام داخل السياره. طبعا القزاز هذا يا جماعه الخير مدبل عازل للصوت. يعني تشغيل السياره بالطريقه الذكيه، عداداتك انالوج في الشاشه بتيجي كلها بسم الله ما شاء الله. الانالوج شكله جميل. طبعا في عندك 4 ساعات، هنا ساعه للبطاريه، وعندك برضو ساعه لحراره الزيت، وعندك برضو هذه الساعه علشان حراره المحرك، واحد الى البنزين. التحكم فتحه السقف من خلال الازرار هذه اللي انتم شايفينها، بتتحكم تحكم كامل. طبعا الستاره الداخليه هذه يدويه ما بتكون يعني كهربائيه، تفتح فتحة السقف برضو من خلال الأزرار هذه. وفي عندك بيت النظارة التقليدي من شركة تويوتا، وهنا زر الطوارئ. الإنارات بتكون LED من الداخل. المراية بتشتغل بالتعتيم، الآن هي مش شغالة، لو دسنا على الزر هذا اشتغلت المراية بالتعتيم الأوتو، ولو طفيناها هنا طفيناها ما في عندك أي مشكلة. الشماسة عليها إنارات بمراية، والإنارات اللي بتكون عليها LED، حتى شماسة الراكب بنفس الكلام، انارات LED بمرايه زي ما انتم شايفين. كطابلون طبعا واسع زي ما انتم شايفين، وفي عليه عدد 3 سماعات بالاضافه للجيب اللي انتم شايفينه. هذا الطابلون عليه جلد يا جماعه الخير علشان انا لو حطيت اي حاجه يمسك ما يتحرك، والنقطه هذه حبيتها بسياره تاندرا من الداخل. حتى الطابلون من امام الراكب بيجي بتطريز باللون الاحمر علشان TRD برو. من ضمن الجماليات الكلاسيكيه، ركز معانا، شوف فتحه التكييف كلاسيكي بالكامل، تفتح او بتقفل بكلاسيكي، طبعا ملفوفه بالكروم. المساحات واسعه بالداخل سواء في الطبلون او حتى في المساحه البحر اللي انت شايفها هنا، مساحه يا جماعه الخير بسم الله ما شاء الله عليها. شاشه 8 بوصه عليها الفرار علشان تعلي الصوت وتوطي الصوت، هذا لو انت سايق ما عندك اي مشكله، ما بيلهوك في الشاشه نفسها. عليها نافيجيشن، عليها ابل كار بلاي، تقدر توصل جوالك ما عندك اي مشاكل في توصيل الجوال. والاعدادات تقدر تخش لها من هنا. المنيو بشكل عام بالشاشه
بطوله كله من خلال القائمة هذه. مجرد ما تدوس على الزر هذا جبت كل القائمة. التحكم بالتكييف من خلال الأزرار هذه تحكم منفصل للراكب عن السائق، تقدر تشغله بالطريقة الأوتو. طريقة الأوتو هذه جميلة جدا في التكييف، يعني أنت برا الجو حر فحيدي لك تكييف يعني معتدل 22 على طول. برا حر أو برا سقعة أنت هتاخد تكييف ب 22. حبيت الطريقة هذه. طبعا التحكم برضو بدرجة حرارة الكرسي من خلال الأزرار هذه اللي انتم شايفينها، الراكب والسائق. تسخين كان نفسي يعني يكون فيه تبريد مقاعد، ولكن السيارة هذه للأسف الشديد يعني ما في لها وكيل في الوطن العربي. أغلب المناطق اللي بتروحها مناطق يعني ساقع دائما على طول، فهم ما حطوا تبريد كراسي. عندك الأزرار هذه تشغيل وفصل الحساسات، تراكشن كنترول، تشغله او تفصله. عندك منفذين من 12 فولت، وعندك برضو منفذ اللي هو يو اس بي علشان تشبكها يعني كميوزك او حاجه زي هيك. بالاضافه الى المساحه الضخمه اللي جايه هنا بكوب هولدر، وفي عندك 2 كوب هولدر لكن جاي بالطولي، يعني كان نفسي يكون بالعرضي. طبعا بلفه كروم زي ما انتم شايفين. وفي مساحه تخزين هنا خفيفه. الجير اللي جاي على السياره 6 سرعات. من ضمن الجماليات اللي عليه تبترونيك، ما عندك اي مشكله تقصر او تطول الغيار. يعني ما اجى فيه شيفت على الستيرنج، ولكن هنا بتقصر وبتطول الغيارات عن طريق التبترونيك لو حبيت تعمل نوع من انواع الرياضه على السياره هذه. بالنسبه برضو للدبل، السياره بتمشي بالسنجل اللي هو الدفع الخلفي، وعندك الفور هاي اللي هو يعني دبل خفيف سريع تمشي سرعات عاليه، وعندك اللو رينج اللي هو هذا الدفع الثقيل بالسياره. طبعا عشان تحط اللو رينج لازم تضغط على الفرار اللي انتم شايفينه. بالنسبة للأزرار هذه خاصة بالقطر، يعني انت لو حبيت برضو تزيد او تنقص من حدة الفرامل تبعت المقطورة اللي بتكون خلفك عن طريق الأزرار هذه. طب لو حكيت لي السيارة هذه يعني ما فيها دفلوكات، بما انه احنا ذكرنا أنظمة القطر، وبما انه ذكرنا الدبل خفيف والدبل ثقيل، السيارة هذه يا جماعة الخير الدفلوكات تبعتها تيجي بالأوتو بالكامل، دفلوك أمامي ودفلوك خلفي. كيف يعني أوتو؟ يعني انت ما تتحكم فيها، مالكش دعوة فيها خالص، بتتحكم هي بنفسها. وين العجل او التاير اللي طالع يعني بيكون ما بيكون عليه ضغط، بمعنى اصح بيخف المحرك عنه كقوه، هو بيكون عليه ضغط بيطلع له اولويه القوه للمحرك. هذه قصه الدفلوكات في سياره التاندرا. التكايه بصمه تي ار دي برو، طبعا تكايه ضخمه يا جماعه الخير، بتقدر تحط فيها انا مثلا شاحن جوال. بالاضافه طلعوا يا ضخامه التكايه كبيره ضخمه بمعنى الكلمه، يعني قد ما عندك ادوات وحاجات بدك تحطها في المكان هذا بتحطها ما عندك اي مشكله. وعندك هنا طبعا منفذ من 12 فولت، يعني بتقدر مثلا تحط فيها شاحن جوال والجوال تشحنه جوا مع نفسه. نقطة هذا حبيتها في من ضمن الإضافات اللي أجت على التاندرا. الأزرار هذه اللي بتيجي على اليمين خاصة بالشاشة يا جماعة الخير، اللي هي الشاشة الوسطية تبعت السائق، تقدر عن طريقها تشوف كل معلوماتك، والرجوع أو اللي هو زر الهوم عن طريق الزر اللي انتم شفتوه. وهنا عشان خاطر الرادار، اما هنا علشان تنبيه الخروج من المسار. طبعا بتظهر برضو عندك في الشاشة انه انت فعلت وضعية تنبيه الخروج من المسار، اللي هي الإشارة الخضراء اللي انتم شايفينها هذه. من ناحية اليسار بنلاحظ انه في أزرار، طبعا هذه الأزرار علشان تتحكم فيها في الصوتيات بشكل كامل. وعندك زر الميوت تبع الصوت، حبيت انه اختصار كامل، خلص انا بدي اقفل على الصوت مرة واحدة ستوب بقفل. والأزرار هذا علشان خاطر الاتصال. الستيرنج بيجي بجلد، طبعا عليه مثبت السرعة اللي انتم شايفينه هذا، وبكون عليه حلي من كروم، ولكن كروم مطفي بعلامة تويوتا اللي هي دائما على كل سياراتها بتيجي بالكروم اللامع. التحكم بالإنارات بيجي على ناحية اليسار في السيارة، وهذا المفتاح علشان أنا بدي أشغل مثلا من الإنارة اللي هي بتكون في الصندوق الخلفي. التحكم برضو بالإنارات أوتو. من ضمن الجماليات اللي على السيارة إنه لو بدك تنزل قزاز معين في السيارة بتنزل القزاز. طب اي قزاز؟ تعال نشوف اي قزاز. القزاز الخلفي بتنزله عن طريق الزر اللي انا وريتكم اياه، طبعا بينزل بالكامل بالشكل الكامل، وبترفعه برضه من خلال الازرار. يعني لو حبيت مثلا تفتح نص فتحه ما عندك اي مشكله، حبيت تفتح ورا تلتين فتحه ما عندك اي مشكله، رفعت القزاز كله برضه ما عندك اي مشكله، فانت براحتك. بالنسبه للفرامل يا جماعه الخير اللي هي بتيجي فرامل اليد، طبعا تحت زي ما انتم شايفين عن طريق الداسه. طيب لو حبيت تفكها تضغط عليها وبتفك. التحكم بالمري من ناحية اليسار بتيجي من النقطة هذه ليفت أو رايت. نيجي للباب وضخامة الباب، بسم الله ما شاء الله ضخم. نفس الخامات المستخدمة بالأمام هي المستخدمة بالخلف. عندك السماعات اللي بتيجي على السيارة بتكون من جي بي ال، وشركة تويوتا متعاقدة مع سماعات جي بي ال. طبعا جيب، حاملات أكواب،
جيب ثاني. فالمساحة ضخمة يا جماعة الخير، ضخمة بكل صراحة، ضخمة. مين هو اللي يستخدم سيارة تاندرا؟ صاحب العائلة الكبيرة، صاحب المزارع، صاحب المدينة، صاحب البر. مين من كان بيقدر يستخدم سيارة تاندرا؟ الشباب، شياب، بيقدروا يستخدموا سيارة تاندرا لأنها مريحة وبتروح في جميع الطرق، سواء بر سواء صخور، لأنه دفلوكات زي ما حكيت لك، الدفلوكات فيها بتكون إلكترونيا، أنت ما بتتدخل فيها أبدا. طبعا أكيد هنسمع صوت الطرب لمحرك ال 8 سلندر V8 5700 سي سي. طبعا فيها فتحتين اكزوز ورا، هنشوف المي اللي بتطلع من فتحات الاكزوز وصوت الطرب يا طيب. بتمنى انكم تكونوا استمتعتوا في الصوت الطربي تبع الفي 8 بالنسبه لسياره تاندرا. السياره هذه يا جماعه الخير متوفره في معرض خمسات في شارع الهواري في ليبيا في بنغازي. هسيب لكم العنوان في صندوق الوصف والارقام تبعتهم، كلموهم واحكوا من عرب كارز وان شاء الله شباب مش حيقصروا معكم. اخر اشي حابب احكيه، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله.